لعبة ترامب القذرة هي محاولة شق الصف بين أنقرة ودمشق. خلال استقباله للرئيس إردوغان في البيت الأبيض، أطلق ترامب تصريحاً ماكراً: هذا هو القائد الذي سيطر على سوريا، لكنه لا يريد أخذ فضل ذلك. ظاهرها مديح وباطنها فخ. تصريحات مدروسة تهدف إلى جر أردوغان إلى صورة الحاكم الفعلي لسوريا، وإظهار الرئيس السوري وكأنه تابع، وإشعال حساسية بين الشعب السوري وتركيا. لكن الحقائق تفضح المخطط. تركيا لم تسيطر على سوريا. تاريخياً، الدولة العثمانية حكمت سوريا قبل 130 سنة فقط، لا 2000 عام كما يروج الغرب. هاكان فيدان قالها بوضوح: سوريا حررها أبناؤها بسواعدهم، نحن فقط أوقفنا الروس والإيرانيين وخففنا فاتورة الدم. دور تركيا كان استخباراتياً، سياسياً ولوجستياً، نعم، لكن من قاتل وضحى وصمد هم السوريون أنفسهم. وما فعلته أنقرة أنها لم تترك الشعب وحيداً، بل نصرت المظلوم وسدت الطريق أمام مشروع إيراني روسي كان سيبتلع المنطقة. ترامب يحاول تكرار لعبته القديمة: تضخيم الدور التركي أمام السوريين ليزرع الشكوك، تماماً كما فعل حين حاول أن يدخل ابن سلمان على المشهد السوري شريكاً ليشتري الشرعية بالمال. الخطة واضحة: إسرائيل وواشنطن يحاولون شق الصف، ضرب الثقة بين دمشق وأنقرة، وإعادة إنتاج وهم التبعية. لكن الرد أتى من الميدان. النصر سوري بدعم تركي، وقرار الأمة لا يباع في مصاد البيت أبيض. تقرير من مهند الحمداني، جزيرة قبرص.